السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصفتنا النهاردة هنعمل مع بعض الكب كيك بالفانيليا. بصوا، طريقة سهلة جدا بسيطة جدا، مفيش أسهل ولا أسرع ولا أجمل ولا ألذ من كده. نعملها مع بعض بطريقة سهلة بسيطة. بصوا، ما خدتش معايا تجهيز 10 دقايق ولا كمان سوا 10 دقايق، وبيعجب الولاد جدا. وكمان بيبقى حلو عن الكيكة ان كل واحد بياخد القطعة بتاعته. شايفين هش قد ايه؟ يلا بينا نشوف الطريقة والمقادير. معايا بيضتين كبار، لو صغير حطي 3 بيضات صغيرين. معايا كيسين من الفانيليا، كوباية من السكر الابيض علشان بيفرق في اللون وفي النتيجة كمان يا بنات. خطوات بسيطة كده وبتبين. هنفضل نضرب فيهم لحد ما الخليط زي ما انتم شايفين كده بيتحول من الاصفر لحد الابيض. بعد كده بحط حوالي كوباية الا ربع من الحليب او اللبن، ونص كوباية من الزيت النباتي، عليه معلقتين كبار من السمنة وبضرب برضو. وبعد كده بحط كوبايتين من الدقيق المنخول، عليهم رشة ملح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد كده حطيت معلقتين كبار ممسوحين من النشا، وحطيت كمان كيسة من الكيك شيف او البيكنج باودر. حاولي تختاري نوع بيكنج باودر كويس لانه بيغمق الكيك. تمام، ضربت كده ضرب كويس وخلطت المكونات ببعضها زي ما انتوا شفتوا كده. الخليط بتاعي عامل ازاي؟ هبتدي اجيب قوالب الكب كيك بتاعتي. انا ما عنديش الا قالب واحد، فالكميه دي هتعمل معايا حوالي 24 قطعه بالظبط. هحط معلقتين بمعلقتين، يعني كل ورقه هحط فيها معلقتين كبار اهو، مملاش للاخر يا بنات. زي ما انتوا شايفين كده هحطها في الفرن درجه حراره 180 على الرف الاوسط. ما تفتحيش الفرن قبل 10 دقايق بالظبط. تمام، وبعد كده بتختبريها بخلة السنان. وهتشوفيها. بصوا، انا طلعت اهو اول 12 واحدة، وبعد كده حطيت دول مكانهم. بتشيلي بالورق عادي. شايفين شكلها تحفة؟ بجد شكلها تحفة. هسوي بقى الدفعة التانية، وبعد كده زي ما انتوا شفتوا كده شكلها عامل ازاي. بصوا يا بنات، ما خدتش 10 دقايق 11 دقيقة، ما فيش اكتر من كده. واديت لها كده وش ايه في الشواية. بجد خطيرة سهلة بسيطة جدا، ما خدتش وقت، وبتعجب الولاد جدا اكتر من الكيك، وما بتاخدش وقت زي الكيك كمان. بصوا، بجد تحفة. وكوبايتين دقيق وبيضتين عملنا 24 قطعة من الكب كيك. بصوا شايفين شكلها عامل ازاي، وبتطلع بكل سهولة وهشة جدا. اتمنى تكون وصفة النهاردة عجبتكم. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة. والسلام عليكم.